اخدكم في جولة معايا. انا كنت نازل من المدينة اللي انا عايش فيها ورايح باريس، عندي شغل تصوير هناك. فطبعا وانا نازل دايما او مسافر بحب دايما اعمل سندوتشات اكون ضامن نظافتها واروق على نفسي كده واظبط نفسي. فكان عندي ناجتس في التلاجة فطلعته وعملت سندوتشات ناجتس، وطبعا لازم اقفلها كويس جدا. طبعا هنا الناجتس يا جماعة، عملت احلى سندوتشات ناجتس، 4 سندوتشات طعمها كان يجنن بجد. وطبعا الاكل البيتي لا يعلى عليه. فطبعا جهزت سندوتشات وقفلتها كويس وعملت عليها ستريتش، وطبعا ما انساش المشروب المفضل بتاعي والفاكهه، وظبطت اموري، جهزت شنطي وتوكلت على الله. الجو كان برد جدا، طول ما انا ماشي عمال افكر في الاعلان وازاي اعمله بطريقه كويسه جدا ومبدعه ومختلفه تماما لشركه الامان الفرنسيه في باريس. هنا طبعا كنت حاجز بلابلاكار مستني السواق جه وتوكلنا على الله. شركه الامان شركه فرنسيه عالميه، والفرع الرئيسي موجود في قلب العاصمة الفرنسية باريس، والعنوان دلوقتي قدامكم على الشاشة. مع شركة الأمان اطمئن أنت في أمان. هنا طبعا كنا جوه العربية عمال ألعب في البتاعة دي، بعد كده شغلت فيلم عربي، وطول ما أنا قاعد عمال أفكر إزاي أعمل إعلان جديد لمطعم رانش برجر. هنا الراجل الفرنسي اللي كان موصلني باريس، وبعد كده وصلنا باريس خلاص. مراته نزلت لي الشنط بتاعتي، وبعد كده توكلت على الله، نزلت مترو 10، شحنت النافيجو بتاعي وتوكلت على الله. لكن للاسف كان في زحمه كبيره جدا في باريس، وده ضيع لي اكتر من 2.5 ساعات لحد ما وصلت للفندق اللي انا حاجزه في باريس. كان يوم صعب جدا، تغلغلت جوه المترو لحد ما دخلت بأعجوبة. هنا بقى طبعا وصلت الفندق خلاص، عملت تشيك ان. السندوتشات اللي عملتها هي اللي نقذتني ان انا اتعشى بيها، لانه كنت جاي هلكان فعلا، والله العظيم وصلت الفندق كنت هلكان فعلا. هنا طبعا خلاص وصلت. اتمنى تتابعوني دايما عشان تشوفوا كل فلوجات السفر بتاعتي. لو انت مهتم بالثقافه الفرنسيه تابعني دايما. حليم في اوروبا.